أهلا بيكم. أنا محمد رضوان. مشكلة بتواجه أي مستثمر أو أي حد بيشتري عقار، هو إزاي أستلم العقار وإزاي أجره. إيه الحاجات اللي بتتكتب في العقد، الكلام ده كله، خصوصا لو عقار تجاري سواء محل أو مكتب. خليني في الفيديو ده أتكلم إزاي تستلم العقار، والفيديو الجاي هنتكلم إزاي تأجره علشان وقت الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم. فخلينا نتكلم النهارده ازاي استلم العقار. دلوقتي المطور خلص المشروع الحمد لله في ميعاده او في غير ميعاده، المهم ان المشروع خلص وبعت لي ايميل او كلمني علشان اجي استلم العقار بتاعي. المطور بيديني ميعاد علشان اروح استلم العقار. لما بروح المطور بيبعت حد من عنده يقابلني جوه الوحدة اللي انا بستلمها، اللي انت اشتريتها، وبوقع ان انا استلمت الوحده دي. المفروض ان انت توقع على ورقه ان انت استلمت الوحده دي وان كل حاجه فيها شغاله كويس وتمام ومفيش اي مشاكل، فانت لازم بتوقع الكلام ده. اذا فانت لازم تتاكد ان كل حاجه كويسه ومفيش اي مشاكل في الوحده. طيب دلوقتي بيبقى في ورقه مع الراجل بتاع المطور ده اسمها محضر استلام. دي بيبقى فيها كل حاجه جوه الوحده دي، مصادر الكهرباء، مصادر الميه، كل حاجه، كل التفاصيل جوه الوحده دي، بحيث ان اي حاجه انت بتشيك عليها سواء فيها مشكله او ما فيهاش، بتشيك انها تمام او فيها مشكله، وبتوقع في الاخر انك الوحده ما فيهاش مشكله وانك بتستلمها. طبعا لو عقار سكني شقه او فيلا بيبقى فيها تفاصيل كتيره والموضوع بياخد وقت اطول، علشان الشقه بيبقى فيها كذا غرفه وكل غرفه ليها باب وليها شباك، وبيبقى فيه كذا مصدر كهرباء في كل غرفه، وكذا حمام، وكل حمام ليه مصادر الميه، والمطبخ ليه مصادر الميه بتاعته. فالتفاصيل في الشقه بتبقى كتيره وبتاخد وقت اكتر. طيب العقار اللي انت بتستلمه بيبقى فيه طبعا مصادر الكهرباء، مصادر التكييف، مصادر الميه، فانت لازم بتتمم وتتشيك على كل حاجه من دي وتتاكد انها شغاله تمام. دلوقتي المطور المفروض بيبقى موصل لي لمبه في كل مصدر كهرباء في كل اوضه، يبقى منزل لي لمبه كده عند كل مصدر كهرباء علشان اتاكد ان الكهرباء شغاله تمام. انور كل لمبه واتاكد انها تمام، كل مصادر الكهرباء شغاله تمام. بعد كده ابص على الفيش، اتاكد ان الفيش في المكان كله شغاله تمام. ازاي اعمل كده؟ اجيب معايا شاحن باور بانك قديم، بلاش الموبايل لانك هتدخل وتطلع كتير فممكن يبوظ. هات معاك باور بانك يكون قديم مستغني عنه، اي حاجه، المهم حاجه ما تكون رخيصه. تتاكد من كل فيشه في كل غرفه انها شغاله تمام. لو في مشكله اكتب عندك، ما تكتفيش بان بس المطور يكتب عنده تقول له ده في مشكله فهو يكتب عنده وخلاص. لا، لازم انت كمان يبقى ليك مرجع علشان لما تيجي الزياره الجايه تتاكد من الحاجات اللي انت كان فيها مشاكل وترجع تتمم عليها تاني. فانت تكتب عندك ان في مشكله دي في المصدر الكهرباء ده، وتقول له في مشكله هنا، اكتب عندك دي. ايه تاني تمم عليه؟ باب كل اوضه بيفتح وبيقفل كويس ولا بيعمل صوت ولا في مشكله. لو في مشكله اقول له يكتب عنده واكتب عندي انا كمان. اتاكد من الاكره بتفتح تمام، بتفتح وبتقفل تمام من جوه ومن بره تمام. لو في مفاتيح هو حاططها في كل باب، اتاكد المفاتيح دي بتفتح وبتقفل كويس تمام تمام، من جوه ومن بره تمام تمام. الشبابيك، لو في بلكونات، في شبابيك سلايدنج كده اللي بتتحرك، هتتمم عليها بتتحرك وبتقفل وبتفتح كويس ولا في حاجه بتعطلها. طيب ايه تاني؟ مصادر الميه، اتاكد من كل مصادر الميه في العقار ده. طبعا انا بتكلم على شقه بس الكلام يسري على اي حاجه، محل، مكتب، اي حاجه. اتاكد من مصادر الميه في كل حاجه، الحنفيات، البانيو، كل حاجه اتاكد من مصادر الميه، الميه شغاله كويس. واتاكد من ضغط الميه، مهم جدا ضغط الميه، لو ضغط الميه ضعيف اقول له. كمان اتاكد من التكييفات، لو تكييفات مركزيه مثلا افتح التكييف واتاكد التكييف شغال كويس وبيسقع كويس ولا في مشكله. ايه تاني اتاكد منه؟ الحيطان والاسقف، دي مهمه جدا. الحيطان والارضيات والاسقف، ابص على الحيطان ممكن يبقى فيه شرخ في الحيطه مثلا، في بقع، اي حاجه مكان الدهان، الكلام ده كله. ابص على الارضيات من جنبه ومن جنب الابواب وكل ده، ممكن يبقى فيه مثلا دهان من المفروض يبقى على الخشب طالع على الحيطه او العكس، فكل ده لازم اتاكد منه. فانا بتاكد وبتمم على كل حاجه في العقار تمام. خلصت مفيش مشاكل تمام، بوقع على الاستلام ان انا استلمت العقار، واشوف بقى اكمل ورقي، لو في دفعه استلام هدفعها، الكلام ده كله. لو في مشاكل اراجع معاه اللي انا كتبته مع اللي هو كتبه. لو في حاجه هو ما كتبهاش اقول له انت نسيت تكتب دي، اكتب دي. وخلي بالك الموضوع ما فيش مشكله خالص بالنسبه للمطور،
لان هو ما بيدفعش فلوس في الحاجات دي. ده هو شركه المقاولات بيكون مخصوم منها حوالي 5% من تكلفه المشروع لغايه ما يسلم الناس، وكمان بتفضل محجوزه لسنه قدام علشان لو ظهرت اي مشاكل من دي. فالمطور مش هو اللي بيعمل التصليحات والحاجات دي، شركه المقاولات هي اللي بتعملها. فالمطور هيدور معاك على المشاكل، ما تقلقش خالص من الحته دي. ويومين ثلاثه وبيبداوا شغل ويصلحوا الحاجات والمشاكل العيوب اللي ظهرت دي، وبيرجع يكلمك تاني عشان تيجي تستلم تاني وتجيب المرجع بتاعك وتتاكد ان الحاجات اللي كان فيها مشاكل تمام وشغاله كويس وخلاص، وبتوقع وتمام كده. طيب ده بالنسبه للاستلام. المره الجايه هتكلم معاكم ازاي تأجر العقار بتاعك، وهركز اكتر على التجاري والاداري لان ده بيبقى الموضوع اصعب شويه عن السكني. فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ده كان بالنسبه للاستلام، ازاي تستلم العقار. وطبعا لو محتاج مني اي مساعده او اي استشاره تقدر تكلمني في اي وقت. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي.